أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويصطفي من يشاء ويؤتي فضله من يشاء ولا يظلم ربك أحدا. ليلة لا طلبت أن تكون خير من 1000 شهر ولا عملت شيئا من أجل أن تحصل على هذه الميزة، إنما هو اختيار الله لها، إنما هو فضل الله عليها. ما بالك بإنسان في مثل هذه الليلة يرجو رضا الله، يطلب المغفرة من الله، يطلب عفو الله، يتلو كتاب الله، ولا يظلم ربك أحدا. طيب إذا كان ليلة القدر أخذت هذا الفضل وهذه المكانة وهي ما عملتش حاجة وهذا فضل الله عليها، إيش المطلوب مننا؟ المطلوب منك أن تعلم إنه في هذه الليلة فرصة عمر، فرصة عمر، يعني العمل فيها خير من العمل ب1000 شهر. بتحديد أكثر، إذا مكثت هذه الليلة تقرأ القرآن فكأنك قضيت أكثر من 1000 شهر تقرأ القرآن. تصلي كأنك قضيت أكثر من 1000 شهر تصلي. وقل ما شئت. وتخيل معي على هذا الاعتبار، واحد دقة يلعب بطل الصبح بليلة خير من 1000 شهر، ولا دقة يوتسب ولا يفسبك في ليلة مثل هذه، والله إنه لغبن عظيم، غبن ما بعده غبن. إذن مطلوب من الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة عن هذه الليلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وأعطانا هذه الفرصة. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفزنا أتى ب3 ألفاظ في مجموع أحاديثه، وكل الأحاديث صحيحة التي أتت بهذه الألفاظ. تحينوا، تحروا، التمسوا. هذه الألفاظ وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. تحينوا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر، التمسوا ليلة القدر. طيب ماذا تعني هذه الألفاظ ال3؟ التحين الترقب لوقتها، يعني ممكن يكون من قبل رمضان تقول ليلة القدر يحنش تيجي السنة دي، هذا التحين. وهذا تهيئة مسبقة الآن بهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ليخلي عندك كذا شوق لليلة القدر من قبل أن يأتي رمضان. طيب هذا التحين. فما التحري؟ التحري القصد والطلب والعزم على بلوغ المقصود. يعني كذا انه ليلة القدر هذه السنة مش تروحش علي، يعني مش تروحش علي بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه سبحانه وتعالى. هذا التحري. فما التلمس؟ التلمس له معاني عجيبة. من التلمس باليد. ايش يعني؟ تصور كذا معك حاجة ضاعت بظلام ومطلوب منك تمسح الأرض بيدك حتى تجدها. هذا معنى التلمس. ما تريش ولازم تجده وما معكش إلا هذه الوسيلة، فتمسح الأرض كلها
من أجل أن تجدها. هذا معنى من معنى التلمس. وأصل التلمس في اللغة لمس ولمس، وفيه معنى جميل. إتيان النساء هو لمس، بمعنى معروف ما معنى إتيان النساء، بمعنى أنه لازم يكون لك شوق لليلة القدر كما لك الشوق أن تأتي امرأتك أو زوجتك. هذه مجمل معاني الكلمات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفزنا لتحري هذه الليلة، لتحين هذه الليلة وتحريها وتلمسها. وعلى ضوء ذلك تأتي تجربة الصحابة رضوان الله عليهم بتطبيق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله والله أعلم أول تجربة في هذا التلمس كان اعتكاف الشهر كاملا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه اعتكف من بداية الشهر، ولعل هذا في الوقت الذي لم تحدد بأنها في العشر الأواخر. لاحظوا هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فاعتكف العشر الأوائل، فنزل جبريل عليه السلام، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، يقول له إن الذي تطلبه أمامك، يعني عندك ما لقيته. فيعتكف العشر الأواسط. طيب ما كان جبريل ينزل من الأول كذا ويقول له هي بليلة كذا ولا خلاص يحصل الأمر بالعشر الأواخر وانتهى الموضوع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يربينا يعلمنا إنه تشتي صدق ليلة القدر هذه فرصة عمر. لو قالوا لنا باكر أكسفام نادي المنظمات اشتقي لمكان فلان وش تسجل اسمه، مش تنتج حاجة، شو يحضروا كل العجائز وكل اللي يقدروا ما يقدروش، وفي الأخير قد يطلع كلام ولا له معنى. طيب ليلة القدر ذلك الفضل العظيم من الله، هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفزنا له بتربيته عليه الصلاة والسلام. فلاحظ اعتكف العشر الأواسط برضو، ينزل جبريل عليه السلام يقول له إن الذي تنتظره أمامك. فيعتكف العشر الأواخر. لعل هذه كانت أول تجربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول مش تجربة، أول تعليمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. يعني لازم يكون عندك هذا الشوق، لازم يكون عندك هذا القصد، هذا الطلب، هذا العزم، هذا الالتماس، هذا التحين، هذا التحري. أما بمجموع بقية الأحاديث أكرم الله سبحانه وتعالى الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم خلاص. في أحاديث كانت تأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج يريد أن يخبرهم بليلة القدر في أي ليلة هي، فتلاحى اثنان، يعني تصايحوا اثنين. تخيلوا الكلام العجيب هذا بالله. يعني ليلة القدر ما تحملش وجع قلب، اثنين تصايحوا رفعت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كنت خرجت لأخبركم عن ليلة القدر، طبعا لتلك السنة، فتلاحى فلان وفلان فنسيتها، ولعل في ذلك خير لكم، التمسوها في 9 و5 و7 و5. يعني ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ان قلنا 9 الأواخر يعني ليلة 29، يعني ليلة 21. 7 الأواخر ليلة 23. 5 الأواخر ليلة 25. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال التمسوها في 9 الأواخر، أتاها بهذا الإباب في 9 و7 و5. وإن قلنا 9 البواقي و7 البواقي و5 البواقي شكونا من الخلف الآن، ليلة 29 ليلة 27
ليلة 25. طيب هي من هنادن واللادن ماشي نسكيش إلا لضبطنا العشر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ولعل في ذلك خيرا لكم. يعني إنك تتحريها هذا التحري بالعشر الأواخر، تتحريها هذا التحري في العشر الأواخر يكرمك الله سبحانه وتعالى فتوافقها ويقبل الله سبحانه وتعالى منك ما قدمت. تأتي أحاديث. الآن ننظر إلى اجتهاد الصحابة في البحث عنها. تلاحظ أنه في سنة من السنوات تتواطأ رؤى القوم رضوان الله عليهم على أنها في السبع الأواخر. يعني يعلم الله كما اللي تراؤوا إن السنة هذه ليلة القدر في السبع الأواخر، أتت هكذا في الرؤى عقب. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر. هذه كلام من الله لكم، خلاص. والرؤى بهذا المجموع دليل على ماذا؟ دليل على صدق الطلب، وعندما يعلم الله منك صدق هذا الطلب سترى ما سترى. طيب، في اجتهاد آخر لبعض الصحابة ولعل منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. هذا عندهم كذا كلام قطعي إن ليلة 27، لكن لا يعني عدم أخذ المسألة بالعشر الأواخر. يقول لك اعتكف العشر الأواخر، اطلبها في العشر الأواخر، تحراها في العشر الأواخر، وركز تركيز كبير في ليلة 27. هذا كان اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه وأبي بن كعب. وانظروا من اجتهاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه دليل التحري والبحث. يعد الكلمات حق ليلة القدر، حق سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لو عديتش تطلع 30 كلمة. لاحظوا إلى أي حرص بلغ حرص الصحابة رضوان الله عليهم، يدور عليه حتى بين الأسطر، بين الكلمات، بين الأحرف. فقال رضي الله عنه: ليلة القدر 30 كلمة، وهي سلام. هي الضمير العائد على ليلة القدر هي الكلمة رقم 27. إذن فليلة القدر ليلة 27. هذا اجتهاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وله رؤية أخرى وهي لطيفة أيضا. قال رضي الله عنه: ذكرت ليلة القدر في سورة القدر 3 مرات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فقال رضي الله عنه: لقد ذكرت ليلة القدر في سورة القدر 3 مرات، وعدد أحرف كلمة ليلة القدر 9 أحرف. اضرب 9 في 3 ايش تطلع؟ 27. فقال: هي إذن ليلة 27. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم. وهناك اجتهاد، وطبعا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كل واحد له طريقة في الاجتهاد والتحري والتحين والالتماس. يقول رضي الله عنه: من يقوم الحول. ايش يعني؟ يعني اللي يقوم طول السنة، يقوم الليل، يوافق ليلة القدر. لا إله إلا الله. والخبر هناك بعض شراح الحديث، بعض أهل العلم، يقولوا أنه هذا قول لابن مسعود بأنه ليلة القدر ممكن تكون في أي يوم من أيام السنة. هذا القول غير صحيح، لأنه في كلام لأبي بن كعب عندما أخبر أن عبد الله بن مسعود يقول كذا، قال: والله أنه يعلم أنها في رمضان، ولكن حتى لا تركنوا. هذه طبيعة عبد الله بن مسعود واجتهاده، إنه اللي يقوم طول السنة كذا. هذه تركيبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لقيام الليل أصبح نكهة عندك، له نكهة. بتجد نكهة تلك الليلة تختلف عن نكهة بقية الليالي. وكان هذا تجربة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من يقوم الحول يوافق ليلة القدر. والقائلين بأن هذا قول لعبد الله بن مسعود بأنها في غير رمضان، هذا قول غير صحيح، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه
عندما أخبر هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود قال والله أنه يعلم أنها في رمضان، ولكن حتى لا تتكلوا. فإذا كما تروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفزنا هذا التحفيز وأخبر هذا الإخبار. وعندما تجد خبرا عن ليلة القدر في أنها في ليلة من الليالي على وجه التحديد هي لتلك السنة. أما على الإجمال من أجل أن تضبط يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ليقول التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. وبعض أهل العلم يقول لك ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، طيب لو الشهر 29؟ أيوة، لو الشهر 30 العشر الأواخر يكون من ليلة 21، لكن لو هو 29 يستكون العشر الأواخر من ليلة 20. هذا اجتهاد طبعا لبعض أهل العلم، فيجتهدون في الاعتكاف من ليلة 20. وهذا الاجتهاد كله من أجل أن يحظى الإنسان بفرصة عمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكاة. أنا لهفة حراء إليك تخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. ثم ما بعد، رأينا بما فتح الله سبحانه وتعالى في الخطبة الأولى ما معنى ليلة القدر وما معنى تحريها، وكيف كان حس الصحابة رضوان الله عليهم بتربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوت هذه الفرصة. عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر فماذا أقول؟ لاحظوا، مسألة التحري والالتماس والتحيل قد ضبط معه. الآن قد عندي تجربة تستطيع أن تعلم في أي ليلة هي، ولو كان الأمر غير ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش تقدري. لكن ما دام قلت له أرأيت إن علمت ليلة القدر فماذا أقول؟ وما قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم مش تقدريش، يعني أن الكلام هذا صحيح. وفي رواية للحديث: رأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، في رواية. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لاحظوا الآن احنا عند نقطة خلاص ليلة القدر ما عادش لازم نلقاها قد بالعشر الأواخر قطعا. طيب مو نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قل. طيب ايش يعني الكلام؟ لاحظوا الأسماء الدالة على كمال المغفرة لله سبحانه وتعالى: الغفور، العفو، التواب، الغفار. الغفور الذي يمسح السيئة المكتوب في الصحيفة، يعني عملت عمل وكتبت عليك سيئة، الغفور يمسحها إذا استغفرت. طيب، والعفو معلوم
من الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله أن أي عمل يعمله الإنسان، عمل سلبي طبعا، له 3 آثار. الأثر الأول السيئة التي تكتب في الصحيفة والغفور يمسحها إذا استغفر الإنسان. يبقي حاجتين: النكتة التي تنكت في القلب، لأن العبد إذا عمل عملا سيئا نكت في قلبه نكتة سوداء. والأثر الذي يترك في السيماء، يعرف المجرمون بسيماهم. ووالله يا أخواني ويا أبنائي لولا ستر الله علينا في الأثر الذي في السيماء لما استطعنا أن نلتقي. كنت لا كل واحد يقول له أنت عملت حاجة فلان، قال لك أنا أيوه أنت عملت حاجة فلان، من الأثر اللي في السيماء. لكن ستر الله الحاصل علينا لا نستطيع أن نرى ذلك. فالأثر الذي في السيماء والأثر الذي في القلب اسم الله العفو يزيلهم، لأن العفو في اللغة معناه محو الأثر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي للأمة، قول للأمة: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، يعني امسح الآثار التي نشأت من الذنوب في القلب وفي السيماء. يعني ليلة القدر سرويس، كيف احنا ندخل بالله البلد، ليلة القدر سرويس. أما مغفرة الذنب في أول ليلة، كما ورد في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه، ولعلي ذكرته في لقاء سابق، أن هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستقبلكم وتستقبلون. فقام عمر رضي الله عنه قال: أوحي نزل يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أعدو حضر؟ قال: لا. قال: فما الخطب يا رسول الله؟ قال: يقدمكم رمضان، يعني إذا الخبر قبل رمضان، يقدمكم رمضان يغفر الله لأهل هذه القبلة، وأشار إليها في أول ليلة منه. فالحد الأدنى مما يحصل عليه في رمضان أن يغفر لك ذنبك ما تقدم من ذنبك. ولذلك في حديث: تعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن العفو معناه محو الآثار التي في القلب والتي في السيماء، بمعنى أنه الآدمي إذا حصل له، خلينا نقول كذا بالله يعقنا سيرويس، تصفى تماما داخل وخارج، أصبح هذا الإنسان بليلة القدر له بنية جديدة، شخصية جديدة، وسيلمسها وسيدرك أنه في فرق ما قبل 27، ما قبل ليلة القدر وما بعد ليلة القدر. يدرك أن هناك فرق. وأكبر علامة، لأن العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن صبيحة اليوم التالي، أنه تبكر الشمس لشكل كذا ما هوش هذاك المتوهج، كأنك تنظر للقمر. طيب اليوم الثاني ما أعمل بعد، بس هذه بشارة اللي يدقوا يعني يشتوا بس يتأكدوا أنه، ويبكروا الصباح يشوفوا الشمس فيجدوا أن الأمر كما لمسوه من الليل. طيب في إمكانية أن نلمسه من الليل؟ نعم في إمكانية أن نلمسه من الليل. وهي أكبر علامة لليلة القدر أنها سلام، يعني ذيك الليلة كذا الواحد مننا في أشياء كثير يذكره وتنكد عليه، تذكر حاجة معينة كذا تنكد عليك وانت داري بنفسك مسلم. هذه الليلة يوم تذكرها تحصل راكد وتشكل لك إشكال. والله أعلم، هذا قول لبعض أهل العلم أن أكبر علامة لليلة القدر في ليلتها ذلك السلام الذي يحصل في النفس. إذا كان كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مجرد الحديث عنها لا يقبل الفوضى، لا يقبل الإزعاج، لا يقبل التلاحي، ما بالك بنزولها؟ فأكبر علامة لها أنك ستجد نفسك في تلك الليلة تذكر حاجة من الخياب هذيك ما يهزنكش. تحرى قدر الإمكان أن تلمس ذلك. وهذا معنى في قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه.
قول آخر في معنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، وهو المعنى الأكمل والأشمل. اللهم إنك أنت تقول إنك، هل عرفت فعلا الله أنه عفو كريم؟ مثلا الملائكة لما قالوا عن الله سبحانه وتعالى إنك أنت العليم الحكيم، مدركين إيش معنى العليم الحكيم. يأتي عبد من عبيد الله يقول له إنك أنت الوهاب، مدركين إيش يعني، مدرك ماذا يقول. طيب أنت تقول اللهم إنك عفو كريم، تدرك ماذا تقول؟ بمعنى عرفت الله بصفات الكمال حقه. إذا ما عادك ما أنتش مدرك، ولكنك بس تتبع وتقول اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل الله العفو واحرص على أن تصل أن تعرف ربك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. ويحرص الواحد في هذه العشر الأواخر إنه تكون عنده قضية، لأنه الاعتكاف إيش معناته؟ الاعتكاف إنك تلتفت لقضية معينة لا تلتفت لقضية أخرى. وما أجمل أن يكون التفاتة قلبك إلى الله في هذه الليالي أنك تعرف. اللي يصير يخرج من النار شيء طيب، واللي يدخل الجنة شيء طيب، كلهم طيبات، ولكن الأكمل كذا أن تكون هذه الليالي تخصصها لربي. لأنه في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي ذكرناه في أول خطبة من رمضان إلا الصوم فإنه لي، رأينا في ذلك اليوم أنه الأجر يحدد الله بكماله. نعم كلام صحيح، لكن بالعشر الأواخر يكون له معنى أكمل. ليش ما يكونش العشر هذين لربي؟ العشر هذين كذا توجه فيهن انه يكون حديثك عن الله، كلامك عن الله، تفكيرك في معرفة الله، فيما يحب الله، فيما يرضي الله. يجي واحد يقول ما انت تقول لنا الليلة دي ليلة قضية ليلة 23 واحتمال تكون تجيزي على ليلة القدر. اسمع لهذه الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح التمسوها في العشر الأواخر، فإن غلب أحدكم أو عجز، بمعنى يعني 3 أيام جزعين هذين وأنت ما كنتش هذاك اللي داري بالخبر هذا وذا الحين دريته، تقول المطوع هذا الليلة دي ذكرني إحنا بالخبر هذا. التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم أو غلب فلا يغلب في 7 البواقي. يعني حتى لقى جزعة ولا عليك، لجزعة ليلة القدر هلو، وإحنا ما ندور شيء ندوره. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أيدهم بجند من عندك وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدق يرضيك، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدق يرضيك، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدق يرضيك، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وأقم الصلاة. الله